السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة دوستيكا، وموضوعنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا لصحتنا ولجمالنا، اسمها مضادات الأكسدة. يمكن سمعت عن الكلمة دي قبل كده أو شفتها على علب مكملات غذائية أو أدوية في الصيدلية. بس هل تعرف بالظبط إيه هي مضادات الأكسدة وإزاي بتحمي جسمك؟ طيب إيه أشهر الأمثلة عليها؟ خليني أقول لك كل حاجة بالتفصيل. نبدأ بإيه هي مضادات الأكسدة. جسمنا بيشتغل طول الوقت، وأثناء العمليات اللي بتحصل جوه خلايانا بتتكون حاجة اسمها الجذور الحرة. دي ذرات صغيرة أو جزيئات بتكون مش مستقرة وبتدور على حاجة عشان تكمل بيها تركيبها، وبتسرق إلكترونات من خلايا الجسم السليمة. السرقة دي بتخلي الخلايا دي تتضرر أو تموت، وده اللي بيخلي جسمنا يتعب وبيسبب مشاكل زي الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب والسرطان لا قدر الله، وأمراض تاني كتير. طيب الجذور الحرة دي جاية منين؟ بتيجي من العمليات الطبيعية داخل الجسم زي التنفس والتمثيل الغذائي، من التعرض لعوامل خارجية زي التلوث، دخان السجاير، الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، والأدوية أو المواد الكيميائية. هنا بيجي دور مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي مركبات بتدي الإلكترونات للجذور الحرة دي من غير ما تتلف هي نفسها، فبالتالي بتوقف تأثيرها الضار على خلايا الجسم. يعني ممكن تقدر تقول عليها هي حارسة لخلايا جسمك اللي بتحميها من الضرر وتحافظ على صحتك. ازاي مضادات الأكسدة بتشتغل بالظبط؟ الجذور الحرة بتكون عندها إلكترون واحد ناقص، فبتدور على إلكترون من خلية صحية عشان تكمله، ولما تاخده بتخلي الخلية دي تتضرر. مضادات الأكسدة بتدي الإلكترون للجذور الحرة دي، فبتخليها مستقرة من غير ما تخليها تاخد الإلكترون من خلايا جسمك. ده بيمنع سلسلة تلف للخلايا اللي ممكن تؤدي لأمراض مزمنة وتلف الأنسجة. أنواع مضادات الأكسدة نوعين: في مضادات أكسدة بتتكون طبيعيا في جسمنا، وفي مضادات أكسدة بناخدها من الأكل أو المكملات. مضادات الأكسدة الداخلية اللي في جسمنا دي زي الجلوتاثيون وإنزيمات زي الكاتاليز والبيروكسيديز. مضادات أكسدة خارجية بنجيبها من بره، دي بتكون في الأكل والمكملات، ومن أشهرها فيتامين سي الأسكوربيك أسيد، موجود في الفواكه زي البرتقال والفراولة، ومتوفر كمكمل في الصيدليات، بيساعد في تجديد الخلايا وتقوية المناعة. كمان في فيتامين إي، ده في الزيوت النباتية والمكسرات، وكمان في الكبسولات، وهو مضاد أكسدة قوي بيحمي الجلد ويقلل الالتهابات. في كمان البيتا كاروتين، ده صبغة موجودة في الجزر والبطاطا الحلوة، وبيتحول في الجسم لفيتامين A وبيحمي الخلايا من التلف. الزنك والسيلينيوم معادن مهمة ليها خصائص مضادة للأكسدة وبتقوي المناعة. الكو انزيم 10 ده مركب طبيعي في الجسم بيساعد في إنتاج الطاقة، وكمان بيحمي خلايا القلب والدماغ. في كمان مركبات البوليفينول، دي مركبات طبيعية موجودة في الشاي الأخضر وفي العنب وفي التوت وفي القهوة، ليها تأثير مضاد للأكسدة قوي. أشهر الأمثلة للمكملات دي ومضادات الأكسدة في الصيدليات: مكملات فيتامين سي، كبسولات فيتامين إي، مكملات الكو إنزيم 10، مكملات السيلينيوم والزنك، مستخلص الشاي الأخضر. طيب إيه هي فوائد مضادات الأكسدة؟ أولا بتحمي الجلد وتحافظ على شبابه، بتقلل من التجاعيد وترطب الجلد، وبتساعد على شفاء الجلد من أضرار الشمس. بتحافظ كمان على صحة القلب، بتقلل من أكسدة الكوليسترول الضار LDL، وده بيحمي الشرايين من التصلب. بتقلل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق منع تلف الحمض النووي في الخلايا. بتقوي المناعة، بتساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات. بتحافظ على صحة المخ، بتقلل من تلف خلايا المخ وتحسن الذاكرة والتركيز. بتساعد كمان في تقليل الالتهابات، وهي مهمة جدا لمرضى الالتهابات المزمنة. طيب هل مضادات الأكسدة ليها آثار جانبية؟ بشكل عام استخدام مضادات الأكسدة من الأكل الطبيعي آمن جدا، لكن المكملات ممكن تسبب مشاكل لو أخدت جرعات عالية بدون استشارة الطبيب. زي فيتامين إي،
اللي ممكن يزود خطر النزيف لو اتاخد بجرعات عالية. دايما استشير الطبيب قبل ما تستخدم أي مكمل جديد، خصوصا لو بتاخد أدوية تانية. وعشان تحافظ على مستوى مضادات الأكسدة في جسمك، أنا هقولك على كام نصيحة لازم تعملها. لازم تاكل خضار وفاكهة ملونة يوميا زي البرتقال والفراولة والجزر والسبانخ والتوت. لازم كمان تشرب مية كتير. ابتعد عن التدخين والملوثات، مارس رياضة بانتظام. حاول تاخد فيتامينات ومكملات مضادة للأكسدة لو عندك نقص أو حسب نصيحة الطبيب. وفي نهاية الحلقة، مضادات الأكسدة مش بس أدوية أو مكملات، دي أسلوب حياة لازم ندخله في روتيننا عشان نحافظ على صحتنا وشبابنا. لو حبيت الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وابعت لنا أسئلتك في الكومنتات لو عايز تعرف أكتر عن أدوية أو مكملات.